اول شيء مسي عليه بالخير ومشعل، يعني من الناس اللي يعني سعى في موضوع عيد وكانت لا نظره وكان مآمن في بعد الله سبحانه انه ممكن اللاعب هذا انا ارى فيه انه يكون يعني نجم من نجوم نادي القادسيه، وسبق ولاعبين كثر ممكن صعدوا للفريق الاول، وكان من بعد الله سبحانه بفضل فائد ديحاني ابو مشعل. طلعني سنه اعاره، بعد السنه هذه نادي النصر قال ما يلعب في نادي القادسيه، خلاص بدلني مع 3 لاعبين بالفريق الاول على سبيل الاعاره وانه يستفيد مني بالمراحل السنيه. ما بعد السنه هذه نادي النصر رفض، والله اذكرها، وكنت اكلم نادي النصر ان ابي العب باي نادي. اول شيء كنت ابي نادي القادسيه بشكل كبير، كنت اكلمهم انه اول شيء يعني ابو مشعل قال لي يقول لي شنو موضوعك كله، فقلت له الموضوع 1 2 3 4 5. قال انت تسجيلك خاطئ. لما قلت له سردت له الموضوع كامل مع اخوي تغيب، قال انت تسجيلك خاطئ، بس خلنا يعني انت روح اطلب من ناديك اني ابي اكمل اعارتي مثلا، او اني ابي اكمل في نادي القادسيه موسمين 3، يعني كلمهم كاعاره، اعتقد كاعاره. فرحت لهم، واذكر الشخص المعني اللي انا تواجهت وتحدثت معه، لكن ما ابي اتطرق للاسامي، فكلمت انه ابي نادي القادسيه، وانا يعني استانست وارتحت للبيئه اللي موجوده في نادي القادسيه. فقال لي لا، لدرجه انه قال لي تروح اي نادي في الكويت الا نادي القادسيه. قال لي انا بكون واقعي معك، تروح اي نادي في الكويت تبي كاظمه، تبي الكويت، تبي العربي، تبي السالميه. وقتها كان الصوره على ال4 افريقيا هذا الا نادي القادسيه ما تروح له. شنو الاسباب؟ الله اعلم. الكلام هذا ترى 2014 2015. قلت له لما خلاص يعني تسكرت، والنقاش هذا ممكن ما يدري فيه ابو مشعل الى يومنا هذا اللي الحين بقول لك اياه. قلت للشخص نفسه لو ودني اي نادي يا رجل، ودني اي نادي من ال4 عندي، بس ما ابي اقعد في نادي النصر، مع كامل الاحترام والتقدير لنادي النصر، لكن عانيت في امور بنادي النصر انا عانيت منها. ممكن هذا احد اسباب الموضوع اللي قبل شوي تطرقنا فيه، هذا احد الاسباب، محسوبيه وفلان على فلان. انا ما احب كذي، كل واحد عطى حقه. حتى اخوي تغيم موافقني الراي، انا اشوفك برا نادي النصر باي نادي انت تبي تروح له. على فكره ترى ممكن اخواني اثنينهم تغيم واحمد تضرروا من هذا الامر في نادي النصر، يعني تضرروا ضرر كبير علشان عيد في نادي النصر، بان من بعد الموسم هذا يعني اخواني تغيم واحمد يلعبون من المراحل السنيه، لعبوا في الدوري الكويتي وحصلوا سنه من السنين على المركز الثالث، وشاركوا مشاركات العربيه ومشاركات في مشاركتين اسيويه وخليجيه شاركوا فيها في ذاك الوقت. يعني تضرروا ضرر كبير من الشيء هذا، بان الشخص المعني قال لهم شوفوا لكم نادي، طالما ان عيد طلع بالطريقه هذه قال لكم شوفوا لكم نادي، انتم مالكم قاعده في نادي النصر. زين احنا عيال نادي النصر. قال ما في عيال نادي النصر، توكلوا على الله. برجع لك على موضوع اللي قلت له طلعني اي نادي. قال لي اوكي بدق على كاظمه وابي منهم 4 نجوم. اذكر والله اللاعبين كان وقتها في المراحل السنيه، ما ابي اذكر الاسامي يعني بدون الاسماء، فقال ابي يعني اشياء تعجيزيه. نادي الكويت يلا خلي يعطوني 4 5 لاعبين، نادي العربي مثلا خلهم يعطوني نجوم فريق يعني. فقلت له الوضع ما راح يكون صحي. اي نادي انت بتكلمه يقول لك اوكي باخذ منك لاعب، انا ما ادري منو اللاعب اللي قاعد بالبيت ممكن صار له 2 3 سنين لاعب موسم واحد في نادي القادسيه. في انديه لها الحق تقول كان ليش اخذ اللاعب هذا واخسر 4 نجوم او 3 نجوم عندي بالفريق. فرجعت عاد قلت له وقتها هني صار بيني وبين التاتش، ورجعت حق ابو مشعل قلت له ابو مشعل الموضوع 1 2 3 انا مستعد اقعد بالبيت، يعني العب في نادي القادسيه. هني لما خلاص يعني صار الموضوع انه رجعت لابو مشعل قلت له قال انت معاي بالموضوع؟ قلت له انا معك 100%، انا خلاص يعني ابي اكون في نادي القادسيه، وان حصل لي ضرر اني اقعد بالبيت ما عندي مشكله، مع ان انا متاكد ان الموضوع بحذافيره ما في ولا غلطه علي. طريقه خروجي يعني من نادي النصر للقادسيه عندي التفاصيل، لكن ما فيها ولا شيء غير شرعي خروجي من نادي النصر. فربي لك الحمد صارت لي خيره، تسجيلي كان صحيح في نادي القادسيه، وعلى النقيض كان خاطئ في نادي النصر، والحمد لله تيسير الله سبحانه، وكملت في نادي القادسيه وصرت لاعب لنادي القادسيه.